في نفس الإطار دائما ومن آسا تحديدا تابعت كاميرا القناة فرحة وتفاعل عائلة البطلة المغربية كلثوم بوعسرية المنحدرة من الإقليم مع هذا الإنجاز الجديد لهذه البطلة المتألقة. سالك بوجدور، حفظ محضار ومحمود شراكي. مدينة آسا معقل البطلة العالمية كلثوم بوعسرية ومسقط رأسها وهنا ببيت أسرتها الصغيرة مظاهر الاحتفال والفرحة بهذا التتويج الدولي لماراثون مراكش، بادية على محيا أفراد العائلة الذين أسعدهم إنجاز غير مسبوق لبطلة بصمت اسمها بمداد الفخر والاعتزاز في صبورة ملاحم أبطال العدو المغاربة الذين أعلوا العلم الوطني في كبريات المحافل العالمية. فرحانين بهذا الإنجاز اللي عدلت بوعسرية كلثوم، واللي صراحة هو إنجاز اللي هو إنجاز ديال المغرب بصفة عامة وبصفة خاصة الجهات الأقاليم الجنوبية الثلاثة، وبصفة ثانية جهة قلميم ودنون. وإحنا فرحانين كمجتمع ديال إقليم آسا، فرحانين بهذا الإنجاز اللي حقت العداء كلثوم بوعسرية. مهني العداء بوعسرية كلثوم بهذا الإنجاز اللي صراحة أثلج الصدور داخل الإقليم، حتى لأنه يعني ليس بالغريب على هذا العداء، لأنها كانت وصيفة الماراثون من النسخة الماضية، يعني حصلت على المرتبة الثانية. هذا العام بالمجهود ديالها وبالخدمة يعني حققت الأهم اللي هو توقيت 2 و27 دقيقة في ماراثون الدولي، وتأهلت البطولة الأولمبية وتأهلت البطولة العالمية. نشكر العداء كلثوم بوعسرية على هذا الإنجاز ومزيدا من التألق في المحافل الوطنية والدولية. فرحة الإنجاز الدولي تقاسمت بعض لحظاتها بطلتنا مع أفراد العائلة عبر الهاتف، سعادة لا تضاهيها فرحة بإنجاز يؤكد علو كعب هذه العداء العصامية التي تشهد مدينة آسا على أولى خطواتها في مسار التألق. أنا فرحانة بذا اللي دار سمنتي، فرحة العائلة ديالها، راعي العائلة ديالها كاملة فرحانة به، وفرحة عائلتها وفرحة كاملة هلاس أهلياتها كاملة راهم يباركوا لك، والله يجازيك على ذا اللي درتي، رانا مفارحين لك ومفارحين لك جيرانك واللي كامل سمعه راهم بارك لك، والله يكمل عليك بالخير يا منيتي انت واصحاباتك واصحابك كاملين. إنجاز عالمي جديد لبطلة شقت طريقها بثبات في درب التألق والعطاء والنجومية، وها هي اليوم تواصل قطاف ثمار سنوات من الكد والاجتهاد في مضمارات السباقات الوطنية والدولية.